السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم. اليوم فيديو تاع اليوم خابت خواتاتي، ابن الشعب يحييكم ويطلب الدعم تاعكم. كالعادة خوتي عندنا كثير من الاخبار المهمة جدا اللي حابين نشاركوها معكم. بداية لاكثر فيديو تداولا اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا المجرم الخبيث هذا اللي راكم تشوفوه خوتي، وهو يحاول اختطاف طفلة في مدينة خنشلة الله اعلم. الان الفيديو هذا وراء اكثر فيديو تداولا، راح نعطي لكم التفاصيل. طفله في عمرها مسكينه 3 سنين، جابوها من العماره برفقه هذا الوحش البشري هذا. راح نشوفوا كيف ونعطي لكم الاخبار، هل قبضوا عليه ما قبضوش عليه. تابع للاخير ان شاء الله، راح نعطيكم كل شيء ان شاء الله. راح نشوفوا اليوم الزيطوط يا خوتي بعد انتهاء كل الفتنه اللي كان يدير فيها. اليوم خرج يخرط من راسه. ما صلحتلوش تاع اختفاء رئيس تبون، ما صلحتلوش تاع انه رئيس تبون مشى لالمانيا يداوي، انه رئيس تبون تم اغتياله، انه ما صلحولوش هذو كامل. اليوم يا خوتي راهم خلطها راهو بالكاو، وبدا خرج دار لايف يا خوتي، حبيتكم تشوفوا كيف. غنشوفوا ايضا خونا بوسماحه وهو يؤدب العياشة للمرة الألف هذا الأسبوع هذا يا خوتي، وهو يتكلم عن الجنرال أو الفريق ابن موح الرونديلا، واسمه هذا يا ربي كيسميوه المهم من ولي العهد هذا تاعهم، راح نتحدثوا عليه أيضا. راح نشوفوا في فيديوهات أخرى. كنت وعدتكم في الفيديو السابق أنه راح نتحدثوا على قائد الحراك في الريف ناصر الزفزافي. اليوم للأسف شديد تم إعلان الوفاة تاعو، وتم دفنه نقول لك بأعداد مهولة جدا من جمهورية الريف. راح نعطيو لكم شكون هذا الزفزافي هذا اللي قلق بزاف نظام المخزن، وين خلاه يدير فيه أمور عجيبة يا خوتي. سامحونا على الفيديو هذا، ولكن اللي عنده قلبه يوجعه غير ما يتفرجوا صراحة. والله إلا فيديو كارثة بأتم معنى الكلمة. خلاوه يديروا فيه أمور عجيبة، وزادوا داروا له اغتيال من الفوق. راح نشوفوه كيف. راح نتحدثوا أيضا اليوم على الريف، وانتفاضة كبيرة جدا من أهالي الريف من أجل الزفزافي، وتخلطت بينهم وبين الحرس الملكي. راح نشوفوا كيف قام أهل الريف بانتفاضة كبيرة جدا، وهوشات كبيرة جدا صارت بينهم وبين النظام الملكي. وفي الأخير إن شاء الله راح نتحدثوا على أمر مهم جدا، ألا هو جزائر قلب إفريقيا، بعد مؤتمر تجارة ناجح جدا اللي صرا هنا في الجزائر. المهم خواتي، قبل نبداو نرجو منكم كامل الاشتراك بالقناة، تفعلوا زر الجرس وتضغطون على زر الإعجاب. زر الإعجاب راه مهم جدا. نبداو ندخلوا على العربي. بسم الله، تابع معي تشوف. بداية راح نبداو بهذا الفيديو، الأكثر فيديو تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكاميرا مراقبة توثق لحظات محاولة اختطاف طفلة من شارع قبل أن يتمكن الجيران من إحباط هذه العملية في اللحظات الأخيرة بولاية خنشلة. راح نشوفوا الفيديو هذا كيف ونتحدث لكم مع مصير هذا الشاب. شوف معايا شوف. هذه خوتي باش يكون في علمكم في ولاية خنشلة. ها هو المجرم الوحش البشري هذا اللي قام باختطاف هذا الطفلة اللي عمرها 6 سنوات فقط. شوف شوف معايا. شوف شفتوا خوتي؟ ولكن راح نتحدثوا على امر وننبهكم يا خوتي، خاصه رب الاولاد تاعكم انهم يمشيوا مع ولا واحد. رانا نشوفوا هنا في الطفله كانها، انا من الاستنتاج تاعي رؤيه الفيديو هذا راني نشوف الطفله الصغيره هذه مسكينه كانها تعرف الانسان هذا مليح، راهي ماشيه معاه يعني بكل ثقه. كيف ما تشوف هنا مقوداته حتى وين هزها السيد هذا الوحش البشري هذا يا خوتي، ولا شيء يعني ما صرا ولا شيء. مزيه تربي انه الجيران سلكوها قبل حدوث الكارثة صراحة كان حتى صرا كارثة. راح نشوفوا الفيديو هذا ومن بعد نتحدثوا عليه على رد فعل يعني الدرك الوطني. قام الحمد لله يا ربي بعد نشر عدة صفحات لهذا الفيديو تداول تاعو. الدرك الوطني تحرك بسرعة، هذا كان في حالة فرار ولكنه تم القبض عليه في وقت قياسي.
تقريبا نصف نهار هكذاك جابوه، واحد 12 ساعه هكذاك جابوه، والان راهو بحوزه الدرك الوطني. ان شاء الله نتمنى اقصى العقوبات لمثل هذا الوحوش البشريه. راح نتحدثوا عن الامر هذا ايضا كيف راح نشوفوا اليوم خونا بوسماحه كما قلت لكم، وهو يعري نظام المخزن والعائله العلويه للمره الألف. الان دخلهم في الديزويت يا خالتي. تبع تشوف معايا الفيديو هذا راح نتحدثوا عليه كيف. السلام عليكم. بعد التسريبات اللي قامت بها فرقة جبروت على المؤامرة اللي كانت ضد ولي العهد الحسن الثالث، قامت الأم نتاعه لله مسلمة بنقله على طائرة خاصة إلى فرنسا في يوم واحد، وعرضته على أطباء لتلقي فحوصات طبية. إيماجيني نتايا كولونيل ماجور ومرشح به يكون مليك ولي العهد. كولونيل ماجور سيد هذا كيف حتى طلعوا كولونيل قال لك راح بالجيسكي راح لسبته، دخل لسبته دا معاه 30 حارس هكذا ودخل بسبته. قال لك هذه تعتبر كيف نسميوها احنا، تعتبر من الفتوحات المروكيه في التاريخ، حسبوها له فتوحات. اي طلعوا طول جنرال ماجور وقريب يتقيد رتبه فريق في الايام القادمه. زيد اسمع. راقد على كرشان وطبيب شرعي بريكولي له في التروسو فيريفي له انستالاسيون. قال لك الطباخ الفرنسي خلط له الماء مع الزيت، الهرمونات الذكريه هذيك مع الانثويه، قال لك طغاو له الهرمونات الزيت، الهرمونات الذكريه هذيك مع الانثويه، قال لك طغاو له الهرمونات تاع الانوثه باه يتحول الى بابا بوي. مؤامره اللي تعرض لها ولي العهد مسكين، الهيبه كاع راحت له، خلطوا له الماء مع الزيت مسكين. علاه تجيبوا طباخ فرنسي؟ نتوما كي نوضوا نهضروا على الطبخ تقول لي السوشي مغربي، الكشري مغربي، المسمن مغربي، الزلابيه تاع بوفاريك مغربيه. عليك تجيب طباخ فرنسي؟ هو طفرها في حرق لاجوان كيلاس راه يخلط الماء مع الزيت دروه. خوتي الناس ما على بالهمش انه الامر هذا اللي ماخذوا بوسماحه بفكاهيه، الامر هذا راه كاين منه. وجريده لو موند الفرنسيه راهي كاتبه فصل كامل او مقال كامل على الامر هذا. الناس ما على بالهمش انه المملكه المروكيه قامت بطلب طباخ من فرنسا. يعني فرنسا اللي فرضت عليهم هذا الطباخ هذا يا خوتي جاء لفرنسا وكان طباخ الرسمي لهذا ولي العهد. هذا كان يخلط له في بعض الهرمونات من اجل انه يحولوا لذوك الناس، يعني من اجل يحولوا لمراه كما نقولوها. هذا الامر اللي خلاته فرنسا تخدم عليه شحال من سنه. قال لك كي نقلبوه هذا الامر، نقلبوه مراه ما نقلبوهش راجل، يسهل التحكم فيه. نعم يسهل التحكم فيه. كيف يسهل التحكم فيه؟ راكم على بالكم يسهل التحكم في المراه، بصح الراجل مستحيل انك تتحكم فيه. زيد اسمع تشوف. هذا مسكين، هذا طامعين فيه العياشه وبيبليو لي فوطو نتاعه ويقول لك انظر نظرات الرعب في ودنيه. هذا الذي سيسترجع امجاد المملكه وسيسترجع الصحراء الغربيه والشرقيه وسبته ومليليه والصحراء البنيه. هذا مسكين عاونوه غير يسترجع غير الهرمونات نتاعه، خليوها ترونكيل. هذا طمعوا فيه. والله العظيم يا بسماعة غير عنده الحق، يعني 2000%. الانسان هذا سيو ترجعوا له الرجوله تاعو، فرقم بعدها طمعوا في امور اخرى. قلت لكم كيف طلع جنرال ماجور دا جاسكي. الناس ما بالهم شوفوا الفيديو اللي تبعوا القناه، دار دوره على سبته هكذا العشوه جا للدار اي طلعوه جنرال ماجور، لانه قام بغزو الاراضي، غزو بروشي مروكي تم احتلاله من طرف اسبانيا. هكذا طلع جنرال ماجور. تبع معايا تشوف الفيديو هذا. هذا خوتي كما قلت لكم سامحوني. شوف هذا الفيديو لناصر الزفزافي اللي تم اليوم تشييع الجنازه تاعو في جمهوريه الريف المستقله. هام الرجال اللي ما يحبوهمش وهام اللي يستاهلوا يكونوا دي جنرال ماجور. هذو الاحرار المغرب صح. اليوم خوتي في تسجيل صوتي صارت كبيره اليوم خوتي في المروك. تخلطت بين الدوله المغربيه وكذلك سكان الريف الأحرار. تبع تشوف قالك تسجيل صوتي عندما اعتقل قائد حراك الريف ناصر الزفزافي. يوم 29 ماي 2017 قام أحد عناصر المخابرات المغربية بوضع حاشاكم حاشا قدركم على وجه ناصر والتبول عليه، وأدخل عصا في مؤخرته، ثم وثق ذلك بالصوت والصورة بكاميراته. مريض من اعتقد أن الزفزافي قد نسي وذلك تراجع عن مبادئه. اسمع شو هذه صفحة مروكية اللي تتحدث خوتي. قضية التعذيب أيها الإخوان، تخيلوا معي أنهم لما قاموا بمداهمة المنزل وأشبعوني ضربا وركلا ولسفا وبسطا، أسقطوني على الأرض، خلعوا ملابسي
فأخرجوا بلا ما نقول، بدأوا يتبولون علي على وجهي اسمع وعلى جسدي كله. اسمع كيقولوا عليا وكيقولوا لي قول عاش الملك يا وجقات بلا ما نقولها. يرددون عاش الملك سقط الفتان. هذا كله أمام مسمع ومرأة مسؤولين وكذا. هذه كله أمور كما قلت لكم حدثت وهي موثقة بكاميراتهم. والاغتصاب، أنا على الأرض سقط على الأرض المنوط عندي اللور وهبطوا لي السروال وكيخشيو لي العصا اللور، وفيه من أخرج قضيبه وكيجي يحكوا لي على الوجه. شوف لما تشوف اللور شي أمور اللي ما خصنيش نقولها. علاش؟ لأنني ما بغيش أنني الناس نمرضها نفسيا، ولكن الأمور هي اللي دفعتني أنني نقول هذه الهضرة هذه. أمور أخرى أمور يعني إلا جيت نتحدث على التعذيب أنا ما غنسكتش. خبتي الناس اللي ما على بالهمش انه الفيديو هذا تم الافراج عنه هذه الايام فقط، قبل موت الزفزافي او قبل اغتيال، انا نقول قبل اغتيال الزفزافي بايام قليله. اليوم في جنازه الزفزافي هذه حضر نقول لك مئات الالاف وليس عشرات الالاف، مئات الالاف. دخلوا في وسطهم بعض نقدر نقول لك مخابرات، نقدر نقول لك شرطه، حتى الدرك المغربي تم طردهم وناضت مناوشات كبيرة 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 جدا الآن في جمهورية الريف المستقلة. راهي مخلطة خوتي. تبع شوف معايا الفيديو هذا راح نوري لك كيفاش صارت. هاك هنا كما راك تشوف بداية المظاهرات، راح نوريو لكم هنا كيف هبطوا سكان الريف الآن يعني المطالبة بإسقاط النظام العلوي، نظام الديوثين، نظام الرونديلات القريصات. تبع شوف معايا خوتي. هناك مشاهد اخرى فيها عنف كبير جدا، وعلى بالكم بين المشاهد اللي فيها العنف مستحيل نقدر نجيبوها. كانت هناك مناوشات كبيره جدا بين الريافه وكذلك نظام المخزن، وصلت لتبادل طلقات. يعني نقول لك تبادل طلقات، حضر فيها حتى السلاح، حضر فيها الحجر، حضر فيها كل شيء. المهم اعمال شغب كبيره جدا اليوم صارت في جمهوريه الريف المستقله. نتمنوا لهم الامن والسلامه لاهلنا في جمهوريه الريف المستقله. الان تبع شوف معايا اخر خبر. الخبيث هذا خوتي كما راكم تشوفوا بعد فشل كل محاولاته في إثارة الفوضى وإثارة الفتنة داخل الجزائر والمتاجرة بأزمات الجزائر. بدا لكم بأزمة الحافلة تاع واد الحراش، ومن بعد راح لكم لأزمة الرئيس تبوني. ما كانش منها أزمة، سيد كان في فاكونس قال لك باللي راهو اختطف وراهو صرا من ناقص المرادية، ساعة يقول لك في الألمان ويحلف خوتي على المصحف. اليوم راح خلطها مليح بعد ما لقاش كيف يدير الفتنة. قال لك تبوني اليوم في اجتماع مع رؤساء افريقيا والزيطوط لا زال يحلم بسقوط تبون. تابعوا معي الفيديو هذا يا خالتي، كارثه وخلاص. قرروا الإطاحة بتبون. القضية قضية ليس هل يطيحون بتبون أم لا، ولكن متى فقط. هابل وخاصة عندهم 5 محيطين بتبون. هؤلاء النهار اللي يطيح تبون يطحنون طحن. ربما تبون ربما يديروا معاه اتفاق كما مع زروال، يروح يسكن في فيلا ويخلوا له فيلا أو 2 ويخلوا له شويه دراهم وشويه سيارات، 3 أو 4 سيارات، وما يعتقلوش ولادو. لكن بوعلام وسيدهم السعيد المجموعه اللي معاهم راح يطحنوهم طحن غير مسبوق. كارثه والله العظيم. يا الانسان هذا غير كارثه، مريض نفسي صراحه. عبيبك تتبع فيه وعبيب لك تشوف الفيديوهات تاعي. انا ننصحك انك تروح تشوف طبيب نفسي في اقرب وقت، لانك ماكش نورمال والحاله تاعك راهي غير تزيد. راح خبطها مليح كما راك تشوف هنا. نعرفوه شارب الويسكي وشارب المشروبات الكحوليه هو والمازدا وجماعته الخماج ولات الحرام، باعوا الدين تاعهم وباعوا الذمه تاعهم وحابين يزرعوا الفتنه داخل الجزائر. ولكن الحمد لله يا ربي الشعب الجزائري راهو فايق وراه لهم بالمرصاد. خافتوا وصلنا هذا الفيديو، نطروا لي في روحكم، تلقاو فيديوهات قادمه ان شاء الله. سلام.